حد حلو نختم بيها الفيديو. تعال نصلي على النبي ونفتح الباك ديت. لعيب اسباني سي بي اتلتيكو مدريد 99 اسبليخويتا 99 واحدة عامة من التلاتة اعتقد، لا اما هتاخد واحدة فيها ميسي 102 لوتارو مارتينيز 99 ديبالا ولعيبة كلها ارجنتينية، لا اما هتختار باك تانية فيها لعيبة كلها برتغالية، لا اما رونالدو 102 لا اما ميسي 102. طبعا يعني ده للي حظه حلو. نسخة رونالدو زي ما احنا شايفين 5 سكيل 101 سرعة 107 شوت 100 دريبلينج 94 فيزيكال 5 سكيل كل حاجة متقفلة. نسخة ميسي 4 سكيل مش 5 101 سرعة مش 102 98 شوت مش 107. طبعا بصراحة بلا منازع رونالدو احسن طاقات، احسن في كل حاجه. يعني الارقام اللي بتتكلم مش هقولك احسن في الحقيقه، احسن في الارقام احسن في كل حاجه، ده طبعا بالنسبه لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. النهارده هنفجر هدايا البالون دور الجديد بتاعنا، الحدث الجديد بتاعنا، وهنكشف تفاصيل في اخر الحدث اللي يومين وهيخلص، في الحدث اللي كان رئيسي بتاعنا. تعالى بقى نشوف البالون دور وحدث الهالوين اللي هو يومين وهيخلص. هنفجر شويه باكات، معانا 20 نسخه ماسكرانو، معايا 325 مليون، في رونالدو 102 اس تي، في ميسي 102 سي اي ام، في هدايا تانية كتير جدا جدا جدا، في باك من 99 لاوفر 105 هنفتحها دلوقتي حالا مع بعض. تعالوا نصلي على النبي ونبدا الفيديو ونختم. وادي اول باك في البالون دور، دي الباك اليوميه عادي اللي المفروض ان هي بتدي لعيب، ما ادتش حد 89 عادي، ما اديناش اي حاجه. تعالى بقى نخش على الستور وهنكشف تفاصيل الحدث كلها، والستار باص الجديد، الباكات الجديده، الحدث ده هيخلص والحدث ده ايضا هيخلص، في حاجات تانية كتير. تعالى طبعا بعد ما بقى معانا زي ما شايفين معانا 325 مليون، معانا 5000 جوهره. تعالى بقى نشوف الباك اللي ب 3000 اللي بتديك لعيب من 99 ل 105، في زي ما شايفين اهوت 103 النسبه يطلع لك 3%، 104 النسبه 1.5%، 102 النسبه 6%، 101 النسبه 12%، 100 النسبه 25%. تعال نصلي على النبي ونبدا اول باك معانا في البالون دور، نشوف الكلام على ايه. ولعيب من 99 لاوفر 105. تعال نصلي على النبي ونفتح الباك ونشوف الكلام على ايه. اول باك في البالون دور لعيب الماني سي اي ام هافرد ولا او ماريو جوتسا 99 سي اي ام، ماريو جوتسا 99 سي اي ام. طبعا انا كنت عامل حسابي ان هيطلع لعيب اكتر من 99 دي، طبعا بعيدا عن ان انا بحب ماريو جوتسا جدا 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 يعني. وفي باكات تانية طبعا هنفتحها مع بعض. وادي ماريو جوتسا طاقته حلوه، الفيزيكال مش حلو، السرعه متوسطه او قليله كمان، الشوت حلو، الباص حلو، الدريبلينج جامد، رجليه 4 و5 4 سكيل او هيل تو هيل لاتر ماشي. طبعا الباك اللي ب 3000 جوهره دي اللي هي مش بتتباع. تعال بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو. عايز اقول لك بقى ان حدث البالون دور جامد جدا بس قبل ما نخش في حدث البالون دور، عايز اقول لك ان الحدث دوت بتاعنا باقي له يومين بالظبط ويخلص. الناس اللي ما فتحتش اللعيبه 99 ل 103 تفتحها، الناس اللي ما فتحتش الهدايا دي تفتحها. وطبعا الحدث ده برضو هيخلص للناس اللي ما فتحتش ال 102 اس تي تفتحه. وتعالى نصلي على النبي ونخش على حدث البالون دور بتاعنا. عايز اقول لك ان احنا النهارده هنفتح الباكين، طبعا رونالدو 102 وميسي 102. تعالى اوريك بقى الكلام دوت فين في البالون دور. وادي اول هديه، انت هتسلكت واحده عامه من التلاته اعتقد، لا اما هتاخد واحده فيها ميسي 102 لوتارو مارتينيز 99 ديبالا ولعيبه كلها ارجنتينيه، لا اما هتختار باك تانية فيها لعيبه كلها برتغاليه، لا اما رونالدو 102 لا اما ميسي 102. طبعا يعني ده للي حظه حلو. نسخة رونالدو زي ما احنا شايفين 5 سكيل 101 سرعة 107 شوت 100 دريبلينج 94 فيزيكال 5 سكيل كل حاجة متقفلة. نسخة ميسي 4 سكيل مش 5 101 سرعة مش 102 98 شوت مش 107. طبعا بصراحة بلا منازع رونالدو احسن طاقات، احسن في كل حاجه. يعني الارقام اللي بتتكلم مش هقولك احسن في الحقيقه، احسن في الارقام احسن في كل حاجه، ده طبعا بالنسبه لي. طبعا الناس اللي بتشجع ميسي والارجنتين هتفتح الباك دي، والناس اللي بتشجع رونالدو والبرتغال هتفتح دي، الناس الرايقه هتفتح دي فيها 3 نسخ ماسكرانو او مش الناس الرايقه صراحه، مش عارف هنسميهم ايه. تعالى طبعا نخش على المين. احنا عادي بنلعب الهدايا، بنلعب الماتشات اليوميه والاعلانات اليوميه والهديه اليوميه وكده. وطبعا انا ما بفضلش ان احنا نفتح
دي. يعني انا بفضل ان احنا نفتح الباكات دي اللي هي مضمونه احسن ما نفتح الباك التانية. تعالى بقى نشوف النهارده الفرق بين الباكات المضمونه والفرق بين الباكات دي. هنفتح من الباك دي، هنفتح من الباك دي. تعالى نشوف الكلام على ايه. نفتح اول حاجه الباك اللي هي ب 150 نقطه، اللي بيديك لعيب من 89 ل 101 تقريبا، وادي طلع لنا فيها لعيب 91. ماشي، ده اللي كان متوقع. عامه هي بتتفتح مرتين بس. تعالى نشوف من 89 ل 105 عادي. ماشي، تعالى نشوف هي بتتفتح مرتين بس. 89. يعني اعتقد مفيش حظ هنا كالعادة زي ما كنت متوقع. وادي طبعا مليون ونص كوينز هنا ب200 نقطة. طبعا حلوة الناس اللي عايزة كوينز نسخة ماسكرانو، حلوة الناس اللي عايزة نسخة ماسكرانو. دي احلى واحدة انا بفضلها صراحة، مليون كوينز ومليون جوهرة. طبعا دي كانت من احسن واحدة اعتقد. طبعا ممكن نخش ايضا نجرب الباك ديت عشان نشوف الكلام على ايه والحظ على ايه فيها. يمكن بيطلع فيها لعيبة، يعني طبعا دي مستحيل ان يطلع فيها لعيبة، بس ماشي. ده اصلا بيقولك ل10,000 ل50 جوهرة للعيب، ولا ايه اللي بيحصل؟ تعال نشوف الكلام على ايه. وادي 50 جوهرة. مرة طلع 10,000، مرة طلع 50 جوهرة، المرة التالتة هيطلع لعيب ولا هيطلع مين؟ 10,000 برضو. ماشي، يعني زي ما احنا شايفين. طبعا لما بتصرف 3000 نقطة بيفتح لك الهدايا دي، وما بتصرف هكذا بيديك ما بتصرف 7000 بيديك 2000 جوهرة 2 مليون كوينز. هنا بيديك نسختين ماسكرانو، وهنا بتاخد حدث لعيبة الحدث. هنا بقى الجاليري بتاعة الحدث واللعيبة بتاعة الحدث ويك 1. في خلت، في بوشكاش، في مولر، في فان دايك، في ريبيري، في لوكا مودريتش 105. النسخة اللي انا اطمع فيها، انا كواحد بيعشق مودريتش ما نفسيش في حاجة من الحدث دوت غير يطلع لي دوت، او طبعا رونالدو زي ما قلنا. طبعا رونالدو ايه ال102. طبعا تعالى نصلي على النبي ونكمل، عشان في حاجات كتير جدا هتحصل بعد حدث البالون دور دوت. الحدث ده يخلص بعد يومين، والحدث ده يخلص بعد يومين. اللي ما فتحش لعيبه يلحق يفتحها، عشان طبعا عايز اقول لك ان الحدث ده يخلص والحدث ده هيخلص. طبعا في هدايا هنا زي ما قلنا، هدايا حلوه جدا. خد الهدايا اللي انت عايزها. انا فتحت 50 جوهره، مش عارف انا فتحتها ليه، بس ماشي. فتحنا 50 جوهره هنا، 500 جوهره زي هنا مع بعض. وادي هنا ب 300 نقطه. ممكن نفتح ال100 ديت، او ممكن نفتح جواهر تانية مثلا، او هكذا. ممكن نفتح الهدايا اللي احنا عايزينها. طبعا احنا ايه، فاتكنا شوية هدايا هنا على شوية هناك، والدنيا ماشية. وادي الهدايا، وادي الهدايا. المهم طبعا بعد ما خدنا الهدايا بتاعتنا اعتقد، خدنا الهدايا بتاعتنا. ماشي. طبعا الحدث ده يخلص والحدث ده يخلص. طبعا عايز اقول لك ان الستار باص ايضا اتغير. الستار باص زي ما احنا شايفين في نسخ ماسكرانو. طبعا الستار باص اللي هو البرانشد اللي هو بفلوس. طبعا الفي اي بي في نسخة ريفالدو 105. طبعا تعالوا نصلي على النبي ونكمل الفيديو بتاعنا. عايز اقول لك ان في لعيبه كتير جدا هتتضرب وهتبوظ بعد الحدث دوت. طبعا زي لوكا مودريتش اللي هو كان معايا اصلا 103، اللي نزل لوكا مودريتش ال 105 هينزل في الماركت، او هيطلع في الباكات اللي هي ب 3000 جوهره مش بتتباع. تعالوا نصلي على النبي نفتح الباك دي ايضا النهارده. ممكن نختم بيها الفيديو واقول لك في لعيبه جامده جدا، وفي حاجات لازم نخلي بالنا منها. وادي طلع لنا 500,000 كوينز ليس اكتر. طبعا عايز اقول لك ان انا بعت لوكا مودريتش. طبعا يعني غصب عني اضطريت ان انا ابيعه عشان 245 مليون جوينز. طبعا سعره هيقل جدا جدا جدا، هيقل جدا جدا جدا، عشان خاطر في نسخة مودريتش تانية نزلت جديدة في الحدث الجديد. طبعا قبل ما نختم الفيديو عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا جدا. اول حاجة طبعا احنا معانا جواهر، معانا 325 مليون كوينز. ناقص لنا ال دبليو، ناقص لنا ناقص لنا سي ام بعد ما بعنا ايضا لوكا مودريتش عشان نبقى 106. ناقص لنا نطور سقراطس نخليه 106. ناقص لنا نشوف مين عايز يتطور ومين مش عايز يتطور. طبعا فتحنا لوكاس فاسكيز اوفر 100 ال بي، فتحنا 99 مولر، فتحنا 99 ماريو جوتسا، فتحنا 96 باروتيلي، فتحنا 101 جيمس، فتحنا لعبه تانية كتير. بص عايز اقول لك بقى المفاجاه هنا، معانا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. هيبقى نقفل 20 نسخة ماسكرانو ونعمل القنبلة ان شاء الله في الفيديو الجاي. غير ان احنا هنفتح باك الوقت الاضافي قريب، غير ان احنا هنفجر هدايا البالون دور قريب. تعال بس نختم كده الفيديو بايه، بالباك بتاعتنا دي. اعتقد ممكن نستخدم
مولر، وممكن نستخدم لعيبة 90، وممكن نستخدم لعيبة 85 عشان نفتح الباك دي المقايضة اللي بتديك لاعبين من 96 لأوفر 105. أتمنى إنها تدينا حد حلو نختم بيها الفيديو. تعالى نصلي على النبي ونفتح الباك ديت. لعيب أسباني سي بي أتلتيكو مدريد 99. أسبليخويتا 99 أيضا. ماشي يعني مش مشكلة، احنا هتلاقي لنا اللعيبة كلها النهاردة 99 وكله ميني 96 أعتقد يعني. ماشي حلو الكلام ده يعني، حلو الكلام ده بصراحة. ماشي حلو الكلام دوت. نشوف لاعبين 99 ولاعيب 96 أعتقد يعني كفاية كده بصراحة المقايضة بتاعتنا النهاردة. ممكن نجرب المقايضة اللي جنبها مثلا ب4 نسخ، بس احنا معانا 3 نسخ بس يعني. ممكن نجربها برضه الفيديو الجاي ان شاء الله اما نفتح الباك التانية ام 3000 جوهرة طبعا. ودي اللي بيطلع فيها لعيب اوف من 99 ل 105 لعيب، ومن 96 ل 105 3 لعيبه. انا لازم افتح المقايضه دي الفيديو الجاي طبعا يعني عشان ما اطولش عليكم. ان شاء الله عايزين نعمل صفقات تانية كتير، عايزين ممكن نتاجر بنسخ ماسكرانو، ممكن نفتح الباك ام 3000 جوهره تاني. بصراحه مش عارف افتح الباك ام 3000 جوهره التانية ولا استنى افتح بتاعه البالون دور، بس هي احلى واحده قدامي دلوقتي. ما اعتقدش ان في باك تانية حلوه خالص ب3000 جوهرة. فاحنا يعني نختم الفيديو على كده بس. وزي ما شايفين طبعا في تيكتات بالون دور بالستار باص زي ما احنا شايفين، ممكن نبدلها بس عشان ما يعني ما نطولش الفيديو دوت. بس ان شاء الله الفيديو جاي نكمل السلسلة وسلسلة الهدايا وسلسلة المقايضة اللي بتدينا ايضا لعيب 99 ل 105، ونفس الكلام السلسلة اللي هي الاربع لعيبة اللي هما بيدوك لعيب من لعيب ولاعبين تانيين في المقايضة لعيب من 99 ل 105، والباقي كان مجواهر اللي بيديك برضو لعيب من 99 ل 105. كان معاكم عمر لوكا، اشوفكم على خير في فيديو جديد قريبا، فيديو الصفقات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.